اوكي، ده احلى سيت اب انا عملته لحد دلوقتي. ليه ما تيجوا نشرب حاجه؟ يعني عشان انا حاسه ان انا السيت اب ده انا غيرته لما يعني غيرت اكتر من شخصيتي. يعني السيت اب حصل له ايدنتيتي كرايسيس، ولكن ده مش مهم. انا شايفه ان السيت اب ده كده تحفه، فيري سيمبل، الساين باينه، مفيش اي حاجات، ابروف وانا كمان مرتاحه. يعني انا things are fine. الزرعه دي بس تعبت معانا ولكن it's fine anyways. ما تيجوا نشرب حاجه. موضوعنا النهارده عن ايه؟ حاجه هتفرق مع اغلبيه الناس ان ما كانتش كل الناس. بس انا ليه دايما بقول اغلبيه الناس؟ لان انا ما بحبش التطرف، لان ما فيش حاجه بتنفع 100% مع الناس، ولكن في عواميد في حياتنا كده كده بتساعدنا على الاتزان. تقريبا دي بتنفع مع كل الناس. تمام، خلينا نتكلم الاول عن العواميد دي اصلا مهمه ليه. دلوقتي لما بنمر بديبريسيف ابيسود مثلا، او بنمر بحاله اكتئاب، بس مثلا مش ميجر ديبريسيف ديس اوردر، برغم ان العواميد دي بتفرق قوي قوي قوي، والدراسات اثبتت ان العواميد اللي هتكلم فيها دي بتفرق قوي في الديبريشن كمان، في الناس اللي عندها ديبريشن. وانا كشخص مريت باكتئاب قبل كده وعندي كرونيك إلنس، صدقوني لما العواميد دي ما كانتش بتبقى موجوده في حياتي غصب عني طبعا، بحس ان انا مش متزن. احنا دايما بنحب نبص على الحل السحري. انا عايزه اصحى دلوقتي احس ان حياتي اتحسنت او اتغيرت. انا عارفه ان الموضوع unfair، بس it doesn't work like this. الموضوع ما بيشتغلش بكده. مفيش حل سحري، مفيش حل سريع قوي، بس في حاجات معينه لو موجوده في حياتنا ولو مستمرين عليها الدنيا هتفرق وهتبقى تمام، تساعدنا على الاتزان والاستمراريه، وان كمان نحس بالسنس اوف جوي والسعاده. هي الفكره ان ليه اول ما حياتنا بتتلخبط اول حاجه بتقع هي اول ما بنضغط شويه، او اول لما بنمر بديبريسيف ابيسود او اي حاجه، بننام اقل، ما بناكلش كويس، نفسيتنا بتتاثر طبعا، وجسدنا بيتاثر، وطريقتنا ومعتقداتنا وتفكيرنا بيتأثروا. وساعات كتير قوي ما بنبقاش مصدقين ان في حاجات معينة لو اتعملت او موجودة باستمرارية دي هتفرق معانا، واحنا مش حاسين ومش داريانين بده ومش مقتنعين بده. بس تعالوا اقنعكم النهارده. البني ادم ساعات بيبقى مقتنع ان لما نتحسن هنقدر نهتم بنفسنا او نشوف العواميد دي موجودة ولا لا. بس هي الفكرة في العكس. That's the whole point. انا لما اهتم بالعواميد دي والعواميد دي تبقى موجودة في حياتي انا هتحسن. من الحاجات اللي بحسها فيها ظلم كتير ان في بعض الناس بتبقى فاكره او بتتكلم عن المنتل هيلث او الصحه النفسيه كانها فكره، وكانها حاجه بتحصل في دماغنا بس. هي الفكره ان لا، اتس نوت ان اور هيدز بس، هي في جسمنا، هي في مشاعرنا، هي في علاقاتنا، هي في نومنا، هي في عاداتنا، وكمان في اكلنا. هي حياه كامله. واوقات كتير جدا لما بنبقى عايزين نحس ان احنا بنصلح حياتنا بنبتدي نشوف اكبر او اصعب مشكله دي اللي هنركز عليها ودي اللي هنصلحها، برغم ان في حاجات كتير قوي لو حلينا اللي حوالين المشكله ممكن تتحل لوحدها من غير ما نعمل اي مجهود. نفضل نسال ابطل قلق ازاي، ابطل تفكير ازاي، الاوفر ثينكينج، اصحى ازاي من الدبريشن، ابطل ايتنج ديس اوردر ازاي، ابطل مش عارف ايه، افوق لنفسي ازاي، اتحسن ازاي. بس في حاجات معينه احتمال لو اتحسنت، ما كانتش اكيد لو اتحسنت المشكله الاساسيه لوحدها هتتحسن. هكلمكم النهارده عن 5 عواميد اساسيه قوي في حياتنا. هم مش جلامرس خالص، هم حاجات عاديه جدا، وبجد هتحسوا قد ايه كلامي كليشيه موت، بس اتس ترو. يعني دي حاجه ما فيهاش نيجوشيشن. بجد لو بجد اخدتوا الكلام ده وحاولتوا تطبقوه في حياتكم، وهقنعكم ليه وازاي، الموضوع بيفرق جدا. الحاجات دي ممكن تشوفوها بقى ترندنج مش ترندنج، الحاجات دي مش هتغير حياتكم في 24 ساعه باي ذا واي، ولكن دي بيزكس اتعمل عليها حتى دراسات بتحافظ علينا وعلى صحتنا النفسيه وبتساعدنا على الاتزان لما الدنيا بتبقى شويه صعبه. طيب ليه بقى اول حاجه بتقع هي الاساسيات؟ لما نيجي نبص على اغلبيه الفترات الصعبه اللي عدت علينا بيبقى فيها زي نمط متكرر. اول حاجه بتقع مش اهدافي، مش احلامي، مش شخصيتي. ايه هي؟ بتبقى زي لوب بنجت ستك فيها وما بنبقاش عارفين نقطه البدايه فين، لان هي سايكل. لو دي وقعت هتيجي وراها دي، هتيجي وراها دي، هتيجي وراها دي، بس لو دي وقعت برضه هيجي وراها دي، هيجي وراها دي، هيجي وراها دي. فهي بنبقى سايكل كده. اساس المشكله ممكن تبقى هي البدايه، والاساسيات دي لو وقعت ممكن تبقى هي البدايه. ايا كان في مشكله كبيره، عندي اساس مشكله، عندي مشكله اساسيه، عندي ديس اوردر، عندي ديبريشن، عندي اي حاجه، الاساسيات مهم ان هي تفضل موجود. النوم، الاكل، الحركه، الروتين، العادات، الهيومن كونكشن او علاقاتي مع الناس، نظرتي لنفسي، كلامي لنفسي، الحاجات اللي كانت بتبسطني اللي ما بقتش اعملها. كل الحاجات دي لسبب ما احنا بنتعامل معاها كانها رفاهيه، المفروض ان هي نعملها بعد ما نخلص كل حاجه مهمه، بس هي اكشلي دي المهمه. ساعات بنبقى مقتنعين ان المشكله كلها دايما بتبقى نفسيه، لكن ساعات ما بتبقاش نفسيه، لان طريقه اكلي ممكن تاثر على نفسيتي، روتيني ممكن ياثر على نفسيتي، علاقاتي ممكن تاثر على نفسيتي. مش لازم تبقى البدايه في النفس، لكن الاساسيات لما بتتهز بتاثر على النفس. وطبعا هتسالوا يعني النوم يعني هيغير لي حياتي؟ لا او في نفس الوقت. هي الفكره مش ان الاساسيات دي تغير لنا حياتنا، هي تساعدنا ان احنا نواجه الحياه.
that's the whole point. في فرق كبير ما بين الاثنين، ودي الفكره اللي انا عايزه الفيديو كله يدور حواليها. احنا المفروض ما نبنيش حياه مثاليه، ان هي اصلا ما فيش حاجه مثاليه يعني الكمال لله وحده. احنا بنحاول نشوف ارض صلبه نقف عليها، ارض متزنه نفضل متزنين احنا كمان عليه. او العمود الاول، وده اكتر عمود اغلبياتنا بنكرهه، ما اعرفش ليه بنكرهه، هو الحركه، الموفمنت دي بتندرج تحتها حاجات كتير قوي. ممكن ورك اوت، براكتس، اكسرسايز، اروح الجيم، اتمشى في الشارع، اعمل ورك اوت في البيت، اعمل يوجا، اعمل اي حاجه. قبل بس ما حد يزهق مني ويقفل الفيديو في الاول، انا جينوينلي مش بقول لحد يعمل حاجه معينه، انا بقول حركه، بقول موفمنت، انا بقول ستريتشنج حتى. وهسهلها عليكم زي ما سهلتها عليكم في الفيديو اللي فات، وقلت لكم على تيبس اند تريكس للبيزك هايجين للناس اللي عندهم كرونيك إلنس. نوت لايك ان انا بقول لكم انزلوا الساعه 6 الصبح اجروا، طبعا هي بتفرق، بس ما بقولكوش تعملوا كده، لان مش كل حاجه هتنفع مع كل الناس، بس كل واحد يعملها بالانتنسيتي المختلفه وبالقدره المختلفه وبطريقته والبيس بتاعه. وانا عارفه كويس جدا ان اي حد عنده كرونيك إلنس زيي، انا في ايام انا جينوينلي انا اصلا ما بقاش قادره اقف حتى على رجلي، فانا متفهمه جدا والله الجهاد، المحاوله، ان اتليست المعرفه، ان احنا نبقى اوير ان العمود ده من العواميد المهمه في حياتنا. وثلاث ارباعنا فاكرين ان الحركه لازم ان انا احرق كالوريز، لازم ان انا اعرق، لازم ان انا اعمل اي حاجه. اوكي، انتوا عايزين تروحوا الجيم، عايزين تبقوا اوبسست بالويت ليفتنج، that's actually good. يعني انا ما بقولش دي حاجه وحشه، انا بقول ان انا علاقتي مع الحركه او الموفمنت اتغيرت لما بدات اجرب واشوف ايه الحاجه اللي تنفعني انا كباسنت، ايه الحاجه اللي هتفرق معايا انا كباسنت. انا بحب جدا ان انا اعمل يوجا، ماشي، بحب جدا ان دي اكتر حاجه بتخليني enjoying الحركه. مش هينفع ان انا شخص بكره الجري وابتدي اجبر نفسي ان انا انزل اجري سبيسيفيكلي، ان انا اصلا مش هقدر اجري. مش هينفع ان انا بكره السباحه واعمل كده، مش هينفع ان انا اجبر نفسي اعمل كده علشان لازم اتحرك ولازم احرق كالوريز. لا، الحاجه اللي احنا هتساعدنا نستمر فيها دي اللي هنعملها، ودي حاجه مهمه جدا 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 لازم تبقى في بالنا. انا جينوينلي تقريبا بقالي سنتين بس اللي علاقتي بدات تتحسن بالحركه، برغم ان انا على فكره كنت رياضيه، بس وانا كنت بكره الفتنس بجد. البارت بتاع الفتنس وان انا اروح الجيم وان انا اشتغل على الفتنس بتاعي كنت بكرهه، بس كنت بعمله علشان اتس مانداتوري، انا رياضيه، دي حاجه هتفرق معايا في رياضتي، فكنت بعمله. لكن دلوقتي انا مش رياضيه، فانا مش محتاجه اعمل ده. انا عايزه حاجه تخليني ما اصحاش الصبح احس بحاجه تقيله قوي على قلبي ان انا مفروض اعمل ده او مضطر اعمل ده. لا، انا عايزه اعمل ده علشان انا اكشلي ام انجوينج ات. ولما نلاقي الحاجه اللي بتساعدنا واللي بتحسن من نفسيتنا بجد علشان احنا بنستمتع بيها، فكأننا بجد بنضرب عصفورين بحجر. انا اتحركت، فانا عليت بقى الدوبامين والسيروتونين والهرمونات الحلوه بتاعت هرمونات السعاده دي في جسمي، في نفس الوقت انا استمتعت، فبجد دبل ذا ريورد. هي بجد تحس ان انتوا اخدتوا الهرمون ده اتضرب في 2. فبجد انا بؤيد جدا فكره ان الواحد يعمل الحاجه اللي بيستمتع بيها، يعمل الحاجه اللي بتجيب له جوي، حد ما يحس ان هو قادر يعمل حاجه تانية. برضو خلي بالكم كل واحد بيمر بحاجه معينه، وكل واحد جسم معين، كل واحد بطريقه معينه، طريقه تفكير معينه. عشان كده انا دايما بأيد ان كل واحد يجرب ويستكشف هو بيحب ايه، هو بيستمتع بايه، هو عايز ايه، ويستمر عليه. الحركه او الموفمنت اللي بنعملها بتبقى زي رساله بنبعتها لجسمنا ان انا لسه هنا، الحياة لسه شغالة، احنا لسه بنشارك في الحياة. كلنا عارفين ان الحركة بجد، والعلم اثبت ان الحركة مرتبطة بتحسين المزاج جدا وتقليل اعراض الاكتئاب وزيادة احساس المتعة في الحياة. بس مشكلتنا ان احنا اول ما بنسمع لازم نقوم نتحرك، لازم يبقى في اكسرسايز، لازم يبقى في موفمنت، بفكرها دايما بيروح للمعاناه، للانتنس ورك اوتس. لازم اروح الجيم، لازم اعمل امشي 45 دقيقه على الستير ماستر. لا خالص، روحوا عوموا، اعملوا هيدروثيرابي، اكسرسايز، ستريتش، افتحي 5 دقائق 10 مينت ووك على يوتيوب، وهاتي ووكينج باد. ما عندكيش ووكينج باد، اعملي 5 دقائق في بجد ورك اوتس حتى على اليوتيوب، افتحوها، اعملوا لها، احط لكم في السكرين كده في واحده بحبها قوي اسمها جرو وذ جو. بجد انا لما ببقى حاسه ان انا مش قادره انزل، مش قادره اعمل اي حاجه، بعمل 10 مينت ورك اوت معاها، وبجد مودي بيتحسن قوي. هاتوا ووكينج باد او فايبريشن بليت لو حد مقتدر، افتحوا برضو سيرش على الحاجات اللي هتنفع معاكم انتوا ومع جسمكم. انا مثلا جبت ووكينج باد وفايبريشن بليت عندي، ولما الدنيا بتبقى مش حر قوي والجو حلو بنزل اتمشى بره. انا بس عشان عندي كرونيك إلنس ما عنديش القدره قوي ان انا جسديا يعني ان انا اروح اتمرن انتنس ورك اوتس، مش مسموح لي اصلا. في ناس مش مسموح لها، وفي ناس مش قادره نفسيا او جسديا، وفي ناس مش مقتدره. بسهلها عليكم اهو، يوتيوب افتحوه، اكتبوا 10 مينت ورك اوت او تمرين لمده 10 دقائق، اختاروا التمرينه اللي انتوا حابينها. لو حد مقتدر ان هو يجيب ووكينج باد
امشوا في البيت، لو حد مقتدر ان هو يجيب فايبريشن بليت وقفوا عليه علشان الليمفاتيك درينج بتساعد قوي في الليمفاتيك درينج. كل الحاجات دي انا بحاول اسهل عليكم ان انتوا اتليست تتحركوا حتى لو 5-10 دقايق في اليوم، بتفرق. 5 دقايق النهارده، 10 دقايق النهارده، بكره بتبقى ربع ساعه، بعده نص ساعه، بعد كده بنبتدي نفكر في طب ما تيجي جسمي اصلا بيبتدي يبتدي يتعود على الحركه. انا مش بيرسونال ترينر ولا اي حاجه، بس ده بيزك روتين، يعني بيزك نون نيجوشيبل الموفمنت في حياه البني ادم. المرحله اللي الشخص ما بيتحركش فيها خالص او مكتئب او كده، اصغر خطوه اهم بكتير من اكبر خطوه. ان انا اقوم اعمل 10 minute ورك اوت في البيت او انزل اتمشى حوالين عمارتي ولا البيت بتاعي احسن من ان انا اروح الجيم النهارده واقعد ال10 ايام التانيين ما اعملش. الهدف مش ان انا ابقى اثليتيك ولا فيت في المرحله اللي انا بتكلم فيها دي، الهدف ان انا ابقى متصله مع جسمي واحسن من مودي. العمود التاني معانا، وده انا عانيت منه قوي قوي قوي. انا كنت بتكلم مع ثيرابيست بتاعتي وبقول ان حاسه ان حياتي هتتعدل لما نومي يتحسن. النوم من الحاجات المهمه موت. البني ادم المفروض مش يعني ما بيعرفش يفانكشن لو هو مش نايم كويس. ما بتكلمش عن عدد ساعات معينه لان كل بني ادم بيفانكشن بعدد ساعات معينه، انا بتكلم على الكواليتي بتاعت النوم. عدد ساعات معينه دي بتفرق اصلا ما بين ست وراجل، طفل او شخص كبير. بس بجد في ناس بتنام 4 ساعات كواليتي سليب تحفه وبتفانكشن بقيه ال 24 ساعه على اعلى مستوى، احسن من شخص نام 12 و14 ساعه وصحي تعبان ومش قادر يفانكشن بقيه اليوم. ودايما بنحس ان احنا اللي هو ايه ده، انا صحيت وحاسه ان انا تعبانه اكتر لما صحيت فانا اكيد كسوله. That's not it baby. ان هو في فرق ما بين الكسل والارهاق، وصدقوني في اوقات كتير جدا بنحس ان احنا المشكله الاساسيه ممكن تكون في نفسيا او في الشغل او بس المشكله الاساسيه ان احنا ما بننامش كويس. لما ما بننامش كويس الاوفر ثينكينج بيعلى، القلق بيعلى، المشاعر بتبقى اقوى ان باد واي، التركيز بيقل، الصبر اقل والدموع اقرب، واي مشكله صغيره بنحس ان هي نهايه العالم. انا شخص يعني ساعات يعني في حياتي اكيد طبقت كتير، عندي امتحان، عندي شغل، عندي اي حاجه، بس بجد اللي حواليا بيخافوا مني لما ببقى مطبقه. هم لو انا ما نمتش هم بيخافوا. علشان كده لما بقول لكم ان النوم مهم، انا مش بتكلم عن البرودكتيفيتي اللي بتيجي من بعد النوم، انا بتكلم عن قدرتي لمواجهه الحياه والفانكشناليتي بتاعتي ثرو اوت اليوم. وعارفه ان ناس كتير دلوقتي بتقول بس انا مش بعرف انام، انا بحاول انام، انا مش عارفه انام. انا فاهمه ده كويس، خصوصا للناس اللي عندهم انكزايتي، ADHD، ديبريشن، تفكير زايد. الديبريشن يا اما بيخلي الشخص ينام على طول كتير قوي، يا اما ما بيخلوش ينام خالص. لكن يمكن بدل ما نسال ازاي انام بطريقه بيرفكت، عايزاكم تسالوا ازاي اساعد جسمي انه يهدى ان انا انام. وهنا الهدف ان انا اخلق الظروف اللي تساعدني ان انا انام، وبطل اتعامل مع النوم ان هو مكافاه، هو ده ضروره. لو انا مش لما اخلص هنام، انا محتاجه انام علشان اقدر اخلص، انا محتاجه انام علشان اقدر ادرس، انا محتاجه انام عشان اعرف اركز. النوم حاجه بتخليني اعرف اكمل. انا مش شخص بيأيد الادويه بتاعه النوم خالص، انا اخدت ميلاتونين لفتره من حياتي، تل مش هينفع تستمروا عليه. يعني ممكن تجربوا لو حد عايز يجرب ميلاتونين او اي حاجه، بس انا مش بريسكرايب ميلاتونين. فلما بناخده بيساعدنا على، لما بناخده من بره اكسترنالي بيساعدنا عليه، لكن هي الفكره ان مش هينفع نستمر عليه. هو الغلط ان احنا نستمر على حاجه قوي، دي من وجهه نظري الشخصيه. برضو كل واحد لو عنده مشكله صعبه قوي وتقيله قوي في النوم لازم يلجأ لحد متخصص. بس انا بقول لو مفيش حد عنده مشكله قوي وحاسس ان هو عايز يظبط نومه، ممكن تاخدوا ميلاتونين 3-4 ايام تظبطوا بس النوم، او اتليست تظبطوا الساعه البيولوجيه بتاعتكم، علشان انا عارفه ان انا هنام في الوقت ده. ودي اخر حاجه انا عايزاكم تلجأوا لها. انا بدأت بيها بالاول علشان اقول لكم، عشان انا عارفه ان انتوا هتبقوا مستنيين ان الحل السحري. هو مش حل سحري بس هو بيساعد، بس دي اخر حاجه انا عايزاكم تلجأوا لها. طب ايه الحاجات الاولانيه اللي عايزاكم تلجأوا لها علشان تساعدوا نفسكم والظروف ان انتوا تناموا؟ والله بتفرق، والله بتفرق، والله بتفرق. سكرين تايمينج اوف قبل النوم مينيمم نص ساعه، مينيمم نص ساعه. في روتينات لازم تهيئوا نفسكم ان الوقت بتاع النوم ده ماشي، عايزين قبله نهيئ نفسنا ان احنا هننام. ليه؟ انت بتهيئ مخك ان هو احنا خلاص بطلنا، مخي مش شغال 24 ساعة وماسكه الموبايل وانا قاعده على السرير، مش هنام. اولا. ثانيا، لو في حد عايش في اوضه نومه يستحسن يحاول يغير. يعني انا فاكره ان انا لما نقلت البيت الجديد اول حاجه قلتها لنفسي انا مش هحط تلفزيون في اوضه النوم. بيتي القديم كان فيه تلفزيون وكان فيه مكتب وكان فيه مش عارف ايه، انا مش هحط. انا بتكلم عن الناس المقتدره تعمل ده، ماشي؟ بحاول اكلم كل الفئات دلوقتي. انا مش هحط تلفزيون في اوضه النوم. اوضه النوم هتبقى الوانها هاديه قوي، مش هحط فرنتشر كتير في اوضه النوم. بجد اوضه النوم لو وريتها لكم هي ما فيهاش غير السرير، كرسي علشان بقعد اقرا عليه، لو بقرا عليه 6 ساعات كمان مش بقرا في اوضه النوم، دولاب صغير جدا
والتسريحه بتاعتي صغيره جدا، فاش غير الثلاث اربع حاجات دول. الالوان هاديه جدا، كل حاجه دي فرقت معايا انا ان جنرال، وممكن تفرق مع ناس كتير. الوان اوضه النوم هاديه جدا، روتين معين بعمله زي مثلا سكين كير، روتين بتاعي بعمله قبل ما انام. ممكن في ناس تقرا شويه قران قبل ما تنام، الناس تقرا كتاب قبل ما تنام، تبقى معاها مثلا الكندل او كتاب تحطه جنبها قبل ما تنام. ممكن نشرب شاي الكامومايل او شاي الاسترخاء ده بتاع رويال، برضو بيفرق. والسرير موجود عشان النوم وان انا اريح. السرير مش ان انا اقعد اكل اشرب عليه، اتكلم عليه، اقرا عليه، موبايل عليه، تلفزيون عليه. هي دي الفكره. لو انا مخي مش متعود ان المكان ده للنوم هيبقى صعب ان انا انام. لكن انا لما بدخل دلوقتي على السرير انا بنام على طول. ليه؟ عشان خلاص انا هيأت نفسي المكان ده بتاع النوم. اي مكان تاني انا هشتغل عليه. انا اللابتوب مش موجود جوه في اوضه نوم، موجود في اوضه ثانيه. مفيش تلفزيون موجود في اوضه النوم، موجود بره في الصالون، علشان ده المكان اللي انا this is my living room. ده المكان اوضه المعيشه بتاعتي اللي هقعد اتفرج فيه على التلفزيون. فهي تهيئ النفس قبل النوم مهمه جدا جدا جدا. مفيش سكرين تايم قبل النوم، مفيش اي حاجه اصلا. يعني لو حد قادر يحط الموبايل في حته ثانيه اوكي، بس لو مش عايزين ده وحاسينها كليشيه، حطوه جنبكم بس سيبوه قبل النوم، وما تقعدوش على السرير وتسكرولوا، علشان ده اللي بيخلينا ما ننامش. والساعه البيولوجيه بتاعتنا بتاخد وقت عقبال ما نظبطها. العمود الثالث بقى هو الاكل. انا مش نيوتريشنست، بس في حاجه اسمها الجات برين اكسس. انا مش هتكلم قوي في الموضوع ده، علشان انا مقدره جدا ان في ناس كتير قوي عندها ايتنج ديس اوردر. كان عندي ايتنج ديس اوردر وعانيت مع الايتنج ديس اوردر ده برضو فتره ايموشنال ايتر. انا كنت ايموشنال ايتر رهيبه، فاي اندرستاند ان الاكل ده مش هركز عليه قوي. ده اكتر حاجه اقدر اقول لكم عليها. انا ما بقولش انا مش نيوتريشنست، ولا انا حتى هيلث كوتش علشان اروح هناك واتكلم عن الايتنج ديس اوردرز او كده. في هدير حميد كانت عملت يوتيوب فيديو، خش على يوتيوب channel بتاعتها اسمها هدير حميد. هي عملت سلسله فيديوهات كتيره قوي عن اضطرابات الاكل، حلوه قوي، educative جدا، معلومات قيمه جدا. هي عانت برضو كمان من اضطرابات الاكل، بتفهمكم واحده واحده ايه هو اضطرابات الاكل بطريقه فن لايت. فانا اؤيد ان انتوا تروحوا تتفرجوا على الحاجات دي. ده اولا. ثانيا، لو حد حاسس ان هو he's going through an eating disorder، الجأوا الهيلث كوتش او الثيرابيست، تمام، عشان تصلحوا الموضوع ده. انا لجأت الهيلث كوتش 2 من حياتي، والموضوع بجد كويس قوي. يعني بجد فرق معايا وفرق في حياتي، وحاسه ان الايموشنال ايتنج عندي تقريبا قل بكتير. لما بتكلم عن الاكل وانه ركن اساسي في حياتنا، مش بتكلم عن الدايت، مش بتكلم عن خساره الوزن، مش بتكلم عن اكل وحش واكل نظيف. انا بتكلم عن حاجه ابسط من كده بكتير، هي الاويرنس. انا ابقى واعيه بجسمي ايه، وان انا يكون عندي طاقه. انا عايزه يعني you should eat من الاخر regardless المرحله اللي احنا فيها. الاكل مهم طبعا، كواليتي الاكل مهم برضو، بس اتليست لازم ناكل. واوقات كتير انا مثلا لما نفسيتي بتتعب، اول حاجه بتتاثر هي الاكل. انا بجد ممكن اقعد كل يوم كامل انا ناسيه انا باكل ايه. وصدقوني والله العظيم، انا عارفه ان في ناس بتقول ايوه انا عايزه ابقى من الناس اللي لما بيتعبوا ينسوا يخسوا لما يكتئبوا. مفيش حد خس من الاكتئاب كان مبسوط. الاكل هيساعدنا يكون في طاقه، يكون في تركيز. سبيسيفيكلي لو اكلنا الاكله اللي احنا بنحبها. انا مثلا بجد لما ساعات بيبقى مودي وحش، في اكلتين انا بحبهم قوي، رامن نودلز او جمبري. immediately مودي بيتحسن. طبعا بحب الشوكليت جدا ومش بحرم نفسي من ده. انا مش بؤمن بالبيرفكت نيوتريشن، انا بؤمن بالجود انف نيوتريشن. لان برضو الناس اللي بتعاني من الكرونيك إلنس، سبيشالي الناس اللي عايشين لوحدهم، ممكن يكونوا مش قادرين يقوموا يعملوا اكل لنفسهم، يا دوبك يطلبوا اكل واتسو افر. فجود انف نيوتريشن حاجه تساعدني اقوم من على السرير. لازم كل يوم اقوم ابقى اللي هو لازم اعمل اكله صحيه كامله واتسو افر. ساندوتش جبنه افضل من ما فيش، سبيسيفيكلي في المراحل اللي احنا بنبقى فيها. زبادي وموزه احسن من ما فيش. ساعات الاكل البسيط هو اللي بينقذنا شويه. الركن الرابع بقى او العمود الرابع ده بقى من اهم العواميد تماما. ده مش ليكي يا توتي، دي الفيديو ده مش ليكي، لا نو. تعالوا نتخيل ان ازازه الميه دي احنا، والسو بلس البيري ده الروتين بتاعنا. عشان بس احنا ما بنبقاش مقتنعين ان هو ليه الروتين ما بيغيرش حياه. اهدوا. النقطه دي اول ستيب صغيره عملناها النهارده. لون الميه اتغير؟ لا. بكره لون الميه اتغير؟ برضو لا. بعده لون الميه ايه ده؟ I think بدأ يتغير. اسبوع عدى، اسبوعين، مش يعني اكيد هي مش كلير قوي، ممكن تكون باينه في الكاميرا ان هي مش كلير، بس بدأ لونها يغمق. شهر عدى، تمام، بدأ لونها يتغير. شهرين عدوا، بدأ لونها يتغير. 6 شهور عدوا، لونها اتغير تماما.
ان شاء الله تكون رسالتي وصلت، بس انا هفهمكم برضو رساله علشان ما بحبش اسيب الناس فيك كده. هي الفكره في ايه؟ الفكره ان المخ بيحب التكرار، بيحب الالف، بيحب يكون متعود على حاجه. طبعا every now and then كل فتره والتانيه ممكن يبقى في سنس الادفنتشر، ان انا طبيعي روتيني ممكن يتكسر في وقت معين، مثلا مسافره، عيانه، اي حاجه، لكن لما نرجع تاني على روتين بنحس ان احنا رجعنا تاني متزنين. ولا الروتين مش محتاج يكون بيرفكت، ومش محتاج يكون مكون من 500 خطوه. كل قراراتنا في الحياه بتستهلك طاقه، عشان كده الروتين بيبقى البسيط سبيسيفيكلي بيبقى احسن، بيبقى اوقع. وبتكلم عن الحاجات الصغيره، هعمل ايه مثلا قبل ما انام؟ وقت نومي يبقى ثابت، لما بصحى بعمل حاجات معينه، كل اسبوع عندي ريتوال معين بعمله، كل شهر عندي حاجه معينه بعملها. انكر هابت صغيره، عاده واحده صغيره ممكن نتمسك بيها. روح للفيديو بتاع الانكر هابت، عملته السيزون اللي فات، اتكلمنا عن ايه هي الانكر هابت وبتساعدنا ازاي في حياتنا. واخر بقى ركن عشان ما اطولش عليكم، عشان انا حاسه انا طولت عليكم الفيديو ده، هو الهيومن كونكشن، الناس اللي حوالينا، الحاجات اللي موجوده في حياتنا. وصدقوني الهيومن كونكشن مهمه جدا. انا عارفه ان مش كل الناس اللي حوالينا ناس كويسه، ولكن احنا محتاجين بعض، احنا مواسير بتصب في حياه بعض، احنا محتاجين نساعد بعض. مفيش بني ادم يقدر يستغنى عن الناس اللي حواليه او الهيومن كونكشن في العموم. احنا كبشر وير نوت ديزايند ان احنا نعيش لوحدنا. الوحده مصيده للاكتئاب اصلا. مهما كنت انتروفيرت وبتحب القعده لوحدك، لازم يكون في جزء منك هيتعاون مع الناس. والسنس اوف بيلونجينج او الاحساس بالانتماء من اهم الحاجات اللي بتحسس البني ادم بالامان. وان انا ابقى لوحدي مش معناها ان انا وحيده، او ان عشان ما فيش ناس حواليا. احساس الوحده حاجه، وان انا ابقى لوحدي حاجه. ولما نفسيتنا بتتعب، احنا دايما ويتند، اغلبيه الناس ان جنرال ويتند ان احنا نايزوليت نفسنا او نبعد نفسنا عن الناس وننعزل. الانعزال ده بقى انا مش عايزاه خالص. اتصرفوا، مش لازم تبقى اجتماعي وعندك 20 صاحب، اتصرفوا. الرساله بقى اللي انا عايزه اسيبكم بيها، ان لو لاحظتوا ولا حاجه من الحاجات الخمسه دي ممكن تحل المشكله الاساسيه اللي عندكم، لكن عامل مساعد مهم جدا يساعدنا على مواجهه المشكله، يساعدنا على تحمل ألم المشكله. ولا واحده من الحاجات اللي قلت عليها دي هترجع لنا اللي راح، بس هتساعد حياتنا تبقى اسهل، تبقى متزنه اكتر، يساعدونا ان احنا نقف تاني، يخلوني قادره اكمل، يخلوني عندي مساحه نفسيه اقدر اواجه بيها اللي جاي. واحيانا لما الحياه بتبقى صعبه جدا، صدقوني العواميد دي بتبقى كفايه. حاولوا ما تركزوش قوي على سؤال اصلح ده ازاي، على قد ما انتوا تركزوا الاساسيات اللي مش موجوده في حياتي ارجعها تاني ازاي. اشوف ايه اكتر عمود مش موجود في حياتي. ممكن تكون العواميد كلها، ممكن يكون 2 3، خطوه صغيره مش خطه كامله، خطوه واحده بس، مش تغيير جذري. قولوا لي بقى في الكومنتس لو حياتكم محتاجه دعم من ركن واحد بس، ايه هو بقى العمود اللي ناقصكم دلوقتي. Thank you very much. ما تيجوا نشرب حاجه.